ما كيتقاسم معنا مواضيع جميله خاصه بالمجال ديالو. دائما من الاساسيات ديال المواضيع ديالو اليوغا والاهميه ديالنا في حياتنا اليوميه، ولكن اليوم اختاريتي انك تكلم لينا على اليوغا وعلاقتها بالضحك او اليوغا والضحك. علاش تم الاختيار على هذا الموضوع وكيفاش اختاريتي هذا الموضوع وقلتي غنناقش مع المشاهدين ديالنا اليوم راهم محتاجين ليه؟ كيف ما قلتي زينب، يعني في بدايه الحلقه حنا اليوم يعني كنا اللي كتلاحظي انه سبحان الله ديما فين ما كنتجمعوا المواضيع اللي كتكون كنناقشوها مع بعضياتنا كتكون قريبه من فهذا الجانب يعني ديال اليوم يعني بشكل يعني ماشي زعما محضر لي من قبل وماشي مبرمج ان مع الحضور، فغادي تكون الجانب ديال اليوغا والضحك. وكيفاش لاحظتوا بما ان الحلقات ديالنا كنناقشوا في اليوغا وعلاقتها دائما بالمجال الصحي ديالنا حنا واهميه ديال اليوغا على الصحه ديالنا، سواء الصحه العامه يعني بشكل عام. غنشوفوا اهميه ديال الضحك في الجانب ديال الابتسامه مادام حاضره معنا دكتوره ديال اخصائيه طب الاسنان، وغنشوفوا كيفاش ان الضحك ديال يعني الضحك كيف كيرجعنا يرجع الانسان لديك الطفوله ديالو، بما اننا دوينا على جانب ديال التربيه مع الاستاذ عادل زكريا. فيوغا الضحك بزاف الناس باقي عندهم واحد الخلط ما كيعرفوش شنو هي يوغا الضحك، باقي ما عندهمش المام بهذا الجانب هذا. يوغا الضحك علاش تسمات يعني يوغا الضحك؟ حيت كتجمع بين اليوغا وبين الكلمه الاخرى اللي هي الضحك. ما غاديش يكون ذاك الضحك اللي كنشوفوه بشكل عادي ملي كنعاودوا نكته ولا ملي كنتفرجوا في شي حاجه ولا في شي مشهد كيضحكنا، وانما كناخذوه كعلاج. كيفاش غيكون علاج تكميلي او ان صح التعبير يعني يكون علاج وقائي ايضا من مجموعه من الامراض اللي نقدروا اننا نصابوا بها من بعد. نعم، هذا كتعريف اليوغا والضحك، وكذلك هذا التعريف هذا اللي يقدر يربط لنا جميع المواضيع ديالنا اللي قبل الفاصل ناقشناها سواء مع الدكتوره سواء مع سي عادل زكريا. غادي نبغيو نربطوها. اول سؤال علاقتها مع المواضيع اللي تقسمناها. بطبيعه الحال فمني كنكون كنضحك اكيد اننا غادي نبين سنان ديالي، فانا خصني ضروري يكون عندي يعني ابتسامه جميله، ابتسامه جميله ولا الطريقه ديال الضحك ديالي، فما غاتخليش انا الصوره ديالي قدام الناس ما غاديش تبان بداك السوء اللي غادي تخلي الناس انهم يشوفوني. في الجانب الاخر يعني كتفيق فينا واحد الطفل اللي كيكون عندنا الداخل. كيف ما كنعرفوا ان الاطفال كيتزادوا بالفطره ديالهم ضاحكين لاعبين باغيين ينشطوا باغيين غير يستافدوا باغيين يكتشفوا باغيين يستمتعوا بداك الشيء اللي كيديروا. حدنا كنكبروا بشويه بشويه يعني يعني بالفعل ديال الضغوطات اللي كنعانيوها في الحياه اليوميه ديالنا، هي اللي كتاثر على الجانب ديال التربيه ديالنا للاطفال، وهي اللي كتاثر على الطريقه ديال ولا الجانب الاجتماعي ولا جانب علاقاتي مع الاشخاص اللي كنكون سواء في الشغل سواء في العائله ديالي سواء في الاصدقاء اللي كنكون معاهم. فهنا مني كتكون يوغا الضحك كتكون واحد المجال اللي كان ممكن انني ندير الحصه مع وليداتي، وهنا انا كنكون يعني كندخل في الجانب ديال التربيه. ممكن انني نديرها مع الاصدقاء ديالي في العمل، فغادي توطد العلاقات ديالي معهم، ما غاديش يكون داك الجانب الجدي ديال العمل وانما غادي يكون واحد الجانب اخر، الجانب ديال الاستمتاع، الجانب ديال الضحك، وغتكتشف الشخصيه الاخرى اللي كتكون فينا يعني الشخصيه المرحه في هذاك الجانب. جميل اننا دائما كنلقاو المواضيع ديال بلاطو صباحكم مبروك دائما كتكون مرتبطه مع بعضياتها، والجميل في الامر اننا دائما كنلقاو الاخصائيين كلهم اذان صاغيه كيستقطبوا منك المعلومات، كياخذوا دائما الجديد في المعلومات. علاقتك باليوغا دكتوره إلهام؟ اليوغا ما عرفتش انا واش انا ما كنديرش اليوغا يعني يعني هذوك الحركات حيت اليوغا يمكن فيها هذيك القضيه ديال الحركات ماشي ساهلين يعني سبور يعني الرياضه، وكاين اليوغا هذيك التامل. فهمت هذاك التامل كنديرو ديما عندي واحد ديما عندي واحد الوقت اللي كنبغي نكون بوحدي ونتامل يا اما في الطبيعه، والمهم نحاول ندير داك الشيء الايجابي باش نقدر واليوغا والضحك. واحد المره كنت عندي واحد السنين كنت سمعت غير في الراديو اهميه الضحك واخا بوحدك كتبقى تضحك، يعني الضحك ماشي ابتسامه ولا الضحك. وجربتها قلت والله لا تنجرب هذه القضيه هذه، وفعلا والله عطات واحد المفعول، ولكن ما بقيتش كنديرها. غادي دابا نبقى نديرها ان شاء الله. ان شاء الله. وانا السؤال ديالي واش هاد اليوغا والضحك واش افراز، واش كتكون افراز ديال الهرمونات اللي ديال تعطينا هذيك الفرحه، ولا خاصنا نديروا اليوغا والضحك نتفرجوا في شي حاجه باش تضحكنا، ولا غير بوحدنا، ولا خص ولا بد تكون مع شي واحد، ولا هذا
الاسئله بغيت سؤال جيد، سؤال جميل، لانه كيف ما كنلاحظوا الضحك بوحدو راه كيجي مثلا كيف قلت قبيله، ملي نقدر نعاود لك غير نكته راه غادي تضحكي، ولكن هذاك الضحك ديالي يقدر يكون يعني لبضع ثواني، من بعد هذيك النكته وحبسنا. ولا واحد المشهد يعني كنتفرج في واحد الفيلم بان ليا واحد المشهد ضحكني واحد شويه، غادي تبان شي حاجه دراميه غادي تبكيني مباشره من وراء. لكن مني كندير اليوغا يعني كحصه غادي نشتغل فيها، فانا غتخلي انني الحصه كلها غادي نمارسها هي عباره عن انشطه اللي كتربط هنا في التعريف باش نكملوا، هي كتربط بين الضحك وبتقنيه التنفس. كيفاش ان التنفس كيساعدني في هذاك الجانب، ملي كنخدم حصه ولا تمرين ديال الضحك وكنربطوا مباشره من وراها بتقنيه من تقنيه التنفس، ثم كنرجع لتمرين اخر وكنستمر في الحصه كامله. السؤال الثاني اللي طرحتيه واش كتساعدنا واش كتفرز هرمونات؟ بطبيعه الحال، فانا الضحك مع تقنيه التنفس ملي كنمارسهم يعني كنوجه راسي، ما جيتش غير يعني بشكل اعتباطي باش ندير باش غير نضحكوا على شي حاجه اللي شفتها، وانما انا اللي كنولد هذاك الضحك. مع العلم انه يقدر يكون بزاف الناس غيقول لك دابا غادي نجي انايا ونبغي نمثل عليك مثلا كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا بالضحكه الصفراء، يعني غادي نجيو غير باغي نمثل وغادي نقدر انني نمثل عليك انني كنضحك. الدماغ ديالنا ما كيفرقش بين الضحك الوهمي وبين الضحك الحقيقي، فمني كنبدا نضحك راه اوتوماتيكمون بشويه بشويه راه غادي يولي حقيقي في واحد الوقيته، وغادي انه غيولي عدوى بالنسبه للناس الاخرين تما اللي كيكونوا. علاش معليش يا دكتوره؟ لا مزيان، يعني المهم تضحكي معليش بغات وحدي ولا ضحكه صفراء، لا بينك بين راسك، يعني ما غاديش تكون صفراء، حيت انا بالنسبه لي ضحكه صفراء يعني انا ما نبغيكش وغادي لك واحد الضحكه، هذه الضحكه الصفراء بالنسبه ليا ياك، ولكن هي الضحكه نورمالمون على حسب ما فهمت يعني غادي تضحك، غادي تخرج من قلبك، ما غاديش. ومع التنفس فعلا التنفس راه شي حاجه مهمه بزاف. واش هاد الحصص خاص شي واحد، خاص كوتش يعني خاص يكون هذاك، ولا يمكن لك بوحدك هي في البدايه كيف ما قلت في البدايه ضروري خاص توجيه، علاش حيت غيوجهني يشرح لي بعدا شنو هو يوغا الضحك، شنو الهدف منها، شنو الحوايج اللي كيداروا، شنو الغايه منها اللي بغينا نوصلوا ليها، وشنو الفوائد ديالها. فانا ملي كتكون عندي واحد الرؤيه واضحه على شنو غنستافد منها، حيت كيف ما قلنا قبيله في الكواليس، فغنمشي ندير تدريب شنو الشهاده اللي غادي ناخذ، غنمشي ندير مثلا يعني غادي ندير زرع الاسنان ولا تركيب الاسنان، شنو الغايه اللي غادي ناخذ. فملي كتفسر لك الشخص شنو الغايه منها، راه اكيد انه غيجي هو حط الانتظارات ديالو قدام باش غياخذ النتيجه من بعد، يعني كيجي وهو يعني كله منفتح باش انه يستافد من ديك الحصه يعني لاقصى حد. هنا الافرازات اللي قلتي باش نرجعوا للسؤال، كاين افراز يعني ملي كيكون الضحك مع التقنيات ديال التنفس فهي كتساعدنا، افراز ديال الاندروفين اللي هو هرمون ديال السعاده، وهو في حد ذاته اللي كيتعتبر واحد لونكسوليتيك يعني مضاد للهلع، واحد لونتالجيك يعني اللي كيعاوننا في نفس الوقت يعني في التخفيف من الالام، وايضا اللي كيساعدنا يعني حتى في الجانب ديال الالتهابات فهو كيساعدنا ان في التخفيف منها. فهذا الجانب هذا يعني يوغا الضحك عندها مجموعه من الفوائد على الصحه، سواء الصحه الجسديه او الصحه النفسيه ايضا. جميل اننا دائما كنرجعوا للصحه النفسيه، الصحه الجسديه، وكذلك بزاف ديال الناس غادي يتسالوا غيقول لك يوغا الضحك شنو علاقتها بالصحه؟ كيفاش تقدر تعطيني واحد الجانب ايجابي في الصحه ديالي؟ الا لاحظنا ملي كنقولوا حنا واحد المصطلح اللي ولا واحد الجمله اللي كانت شحال هذه كيقول لك ان الضحك بلا سبب كنقولوا بانه من قله الادب، فهذه كانت واحد الحاجه اللي مغلوطه. فملي كنضحكوا غير فقط الا ضحكتي بدون سبب صافي راك نتايا راه قللتي الادب على هذاك الشخص حيت ضحكتي عليه وحيت شافو راه وقيله راه ضحك عليا ولا قال لي شي حاجه. ولكن دكتور ما نساوش واحد الحاجه على حسب الموقف كنتوقع. بطبيعه الحال فانا الموقف كيلعب كيف ما قلت، ملي كتكون في حصه ولا جالس انايا مع يعني مع راسي مخصصه لهذه القضيه هذه، راه كاين اللي غيشوفني مثلا جالس انايا جالس في الفوتوي على تيساع وبديت كنضحك لراسي، فماشي بالضروره ان الناس غيقولوا لي انا كنضحك عليهم حيت انا جالس، ممكن انني خديت حصه ديالي في ديك الوقيته. فهنا غادي نلقى بان هذاك الضحك في هذيك الوقيته تلاحظوا انه كيساعدني. اول حاجه انني كنبعد على الالم الا كان عندي الالم، الدوره الدمويه فهي كتساعد بشكل كبير يعني في التخفيف من الالم، وفي نفس الوقت يعني الدوره الدمويه كتمشي بشكل جيد في المسار ديالها. مني كنضحك يعني سورتو ملي كنقول الضحك كنقصد بديك القهقهه يعني ديك ها ملي كنضحك، فانا كتساعدني بشكل كبير انني كندخل نسبه كبيره ديال الاكسجين، وهذيك النسبه الكبيره ديال الاكسجين اللي كتدخل عندي فهي كتساعدني بانني الرئتين ديالي كيدخلوا يعني واحد العدد ولا واحد الكونتيتي كبيره ولا كميه كبيره ديال الاكسجين اللي منها كتساعد حتى الدماغ ديالي انها كتوصل واحد الكونتيتي كبيره كتساعدني في التفكير، واللي كنحتاجوها بشكل كبير. انني ملي كناخذ واحد النفس راه كتساعدني باش ان الدماغ
الدماغ ديالي كيف كنقولوا بدارجنا كينفتح ولا كيتحل باش انني نفكر بشكل جيد. نعم. نمشيو عند كوتش عادل زكريا، هو ما شاء الله كيستخدم من عندك المعلومات، كياخذ من عندك المعلومات. شنو رايك في الموضوع ديالنا الخاص بالدكتور مهدي بوشنتو؟ جميل ما يطرح اخي الدكتور مهدي. بالنسبه لليوغا احنا في الجين كوتشين كنوظفوها كواحد اداه اضافيه، سواء في البرامج الموجهه للاباء وحتى الاطفال. عندنا حصص التفكر نسميها احنا التفكر التامل، هذا مع حصص التنفس. الجميل في اليوغا انها كتصحح واحد العلاقه ديال الانسان مع واحد الشيء اللي ديالو منه في عايش به وناسيه، اللي هو التنفس. الاغلب منا لا يتنفس. كاين دي كوتش كيسالي كيقول الحاضر عنده تنفسوا. اصلا ما بقيناش كنتنفسوا، ما كنغديوش دماغ ورئه وخلايا وجسد بتنفس اللي كيعطينا واحد التوازن، كيعطينا واحد الاستقرار، واحد الاسترخاء، واحد توليد نشاط دماغي قوي اللي كيعطينا افكار ايجابيه الى غير ذلك. هذا التنفس اللي تاثيره في الجانب الكوتشين هو الوعي، الحضور، لحظة الحضور عند الإنسان ما كتبقاش إلا قلل التنفس ديالو. ما كتبقاش الا ما كيغديش ذاته. فجميل اننا نتعلموا يعني كيف ما ذكرنا الجانب ديال الدوره الدمويه، الجانب ديال كيف قلنا ديال التفكير، يعني الجانب ديال التنفس ولا تقنيه التنفس كيساعدوني بشكل كبير. الجانب ديال العضلات يعني تقويه العضلات، وفي نفس الوقت يعني حتى العضلات ديالي كترخى ملي كنكون كنشتغل فيها. هنا دراسات بينات بانه 15 دقيقه ديال الضحك تساوي تقريبا 45 دقيقه ديال الجيم، يعني ديال الرياضه. يعني ملي كنقدر انني نمارس فقط الضحك راه كنحرك مجموعه من العضلات اللي كتشتغل في هذاك الجانب، فهي كتساوي 45 دقيقه. يعني الا كنت غندير حصه فيها غير 30 دقيقه انا درت ساعه ونص ديال السبور ولا ديال الرياضه. هذا ما كيعنيش انني ما نديرش سبور، يعني دائما كنبدا هذه القضيه هذه، يعني ندير سبور خصني ضروري نحرك الجسم ديالي باش كيساعد. ايضا يعني ملي كندير الحصه مثلا ديال الضحك فهو كيساعد انني نخفض من السعرات الحراريه، فهو كينقص من السعرات الحراريه. هنا كاين مجموعه كيف ما ذكرت مجموعه من الفوائد. الا مشينا الجسم ديالنا بعضو بعضو غادي نلقاو مجموعه من الاشياء. كيف ما قلنا الجسم كيف ما قال الاستاذ عادل، فالجسم ديالنا كله محتاج للدم، والدم اللي كيكون يعني فيه الاكسجين، فانا كيحتاج انه باش يستمر والخلايا ديالنا كتجدد كل مره، فضروري كنحتاجوا الاشياء اللي تساعدنا باش اننا نجدوا هذه الخلايا اللي كتكون في الجسم ديالنا. نعم. الحصه ديال اليوغا والضحك شحال كتستمر؟ تقريبا يعني ما كاينش وقت محدد، من الاغلب ديال الحصص يعني كتستمر المده ديال 45 دقيقه حتى لساعه، فيها تقريبا 30 دقيقه اللي كلها تمارين يعني ديال الضحك والتنفس، وكتنتهي في الاخير بتمرين ديال الاسترخاء بالضحك. يعني ممكن انه يكون تمرين ديال الاسترخاء، يعني الاشخاص كيكونوا مستقلين على الظهر ديالهم يعني في حاله الاستلقاء، وكيبداو يعني بطريقه ديال الضحك كيف قلت بالقهقه وكيف ما قلت قبل. فالضحك عادي كيف ما ديك المتاوبه ملي كنبداو نتاوبوا، يعني واحد كيتاوب كلشي، يعني التتاوب كلشي كيتعادى. فنفس الشيء في الضحك، غير واحد كيبدا يضحك عدوى جميله. وكاين يعني مؤخرا لاحظت واحد الفيديو اللي كينتشر بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ديال في الحافله ديال واحد الشخص اللي بدا كيضحك بوحدو شويه، كيبدا يشوفوا فيه في الاول هذه بشكل طبيعي، كلنا كنبداو نستغربوا. يعني ملي كنجي الحصه اغلب ديال الحصص الناس ملي كيجيو في الاول التمرين الاول ما كتجيهم شويه بشكل، يعني كتجيهم كيحسوا بواحد الغرابه، علاش غنضحك انا، كتجي صعيب يتقبلها، فما كيتقبلش. خصوصا عندنا مشكل ديال انني نتعامل بطبيعتي، فملي كنكون وسط الناس اكيد انني ديما كنبقى نزير، وكان ديما كنبقى متحفظ. نعم. هذه القضيه ديال نتعامل بطبيعتي خاصنا نرجعوا للكوتش زكريا كدكتور. كيفاش نقدر نتعامل مع طبيعتي؟ نتعامل مع طبيعتي هو انت ولا نتعامل على طبيعتي؟ نتعامل على طبيعتي هو ان نتحرر من المقارنه اللاواعيه، حيت كتجلس والعقل اللاواعي ديالك خدام في المقارنه، اولا خدام مع الناس اشنو غيقولوا عليا، شنو هي النظره اللي غيشوفوا فيها. هي وابعد. قد نريح مع واحد الانسان كنحس براسي الاز بخير، اللاوعي كيقول لي بانني خدمتي احسن منه، سيارتي احسن منه، البيت ديالي احسن منه، وظيفتي عندي وليدي هو ما عندوش، انا الاز. نقد اللوكه الثانيه هو انني نحس انني العكس. انا مريح ماشي الاز،
لان لا كيولي هذا فضل مني، قرا احسن مني، بيتو احسن مني، سيارتي، وليداتي. وبالتالي هذه المقارنه اللي خدام فيها ما كتخلينيش نبقى على الطبيعه والسليقه ديالي. فكنبدا كنتكلف باش نكون في واحد لي نورم، في واحد الامور اللي نساتيس فيها بها ذاتي امام الاخر. وهذه النقطه كنحييك اللي ذكرتيها وشرتي ليها كوتش، حيت بزاف ديال الناس هذه المقارنه هذه كتدمرهم، كتفقد لهم الثقه في النفس ديالهم. بعض الناس بهذه المقارنه هذه خصوصا مؤخرا مع مواقع التواصل الاجتماعي وصلتهم الاكتئاب، وصلتهم الانتحار، وصلتهم لازمات نفسيه حاده. هذه القضيه ديال المقارنه راه حاجه صعيبه، وهذه القضيه ديال المظاهر خداعه حتى هي ولات كتضارب في الشخصيات ديالنا بزاف كوتش. اكيد والسبب كنرجعوا دائما للتربيه. تربيه الاباء، خاصك تكون بحال فلان وتقارنوا وتعاتبوا علاش ماشي فلان، وعلاش انت، وعلاش فلان، وعلاش هذا كله كيؤدي لهاد النتائج. وباش نجيو مع الاباء والامهات شويه، دابا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، فاش كتشوف بعض الاباء والامهات كتقول لك لا انا غير كنقول له شوف ولد فلان باش ندير فيه شويه ديال النفس، هي كتنسى بلي راه كتقدر تحطم ليه التربيه ديالها. تقدر بالعكس، هذا كيضرب في تقدير الذات اخطر من ذلك. قدر في تقدير الذات بطريقه خفيه. مثلا السيده شاده بنتها وشافت بنت واحد السيده اخرى، قالت لها تبارك الله بنت فلانه عينها غزالين. هي ما قارناتش، ولكن البنت كتنتبه كتقول اوه كيفاش ماما عجبات هذيك البنيه عينيها حيت زرقين وانا عيني ماشي زرقين، اذا انا ما جميلاش، اذا بلا احساس، بلا احساس غير لا شعور. اذا التربيه راه امور دقيقه كان نردوا لها. ولكن سمحي لي يا زينب، غير النقطه، احنا كامهات واباء خاص الواحد يجتهد. حنايا الواحد بحال اللي قلتي انت دابا باش نكونوا شويه مع الوالدين داكشي، الوالدين كلهم كيبغيو الخير لوليداتهم، ولكن مزيان الاجتهاد، مزيان يتبدل، مزيان يفيق يوعى. وهاد المختصين اللي كاينين لي كوش داكشي مزيان الواحد يسمع لهم باش يصحح الا كنتي في شي حاجه باش هي هذيك تصحيها. هذا هو باش زعما الفكره تكون في الاولى والاولويات اللي هما وليداتنا. جميل ان دائما المواضيع ديالك تفتح لنا بزاف ديال الابواب اللي كناقشوها مع الضيوف دائما جو عائلي. نعم، هذه الاجواء العائليه صراحه لا تعوض في بلاطو صباحكم مبروك، ودائما كتوصل حتى للمشاهدين ديالنا في البيوت ديالهم. ونكملوا معاك في اليوغا والضحك وباقي المعلومات المهمه فيها. بطبيعه الحال فانا غادي نرجع للنقطه اللي ذكر الاستاذ عادل زكريا، كيفاش علاش ما كنتعاملوش طبيعتنا، حيت مشكل ديال ليغو، مشكل ديال الانا ديالي، والطريقه اللي تربينا بها. تربينا باش اننا نتقارنوا، تربينا باش اننا دائما نشوف اللي عند الغير وما نشوفش شنو عندي والامكانيات اللي عندي. فمني كتكون التربيه على اساس انك انت راك كامل وراه عندك مجموعه من الامكانيات فقط خصك غير تخرجها، راه غيكون هذاك يعني غتكون نتايا احسن، وما تقارنش مع الاخر شنو كيدير. كل واحد كيف كنقولوا حنايا حاله بحاله، كيف ما عندنا في الجانب الطبي، كيف ما عند دكتوره الهام، فكتجي حاله بحاله. ما يمكنش نجيو نطبق داك الشيء ولا نكالكي على بزاف الناس. صح. هنا كيف قلت في الجانب النفسي ايضا كاين مجموعه، يعني يوغا الضحك كتساعد في التخفيف من المشكل ديال الاكتئاب. كنقولش كتعالجوا يعني بشكل 100%، يعني دائما كنشير وانما داخله من بين العلاجات التكميليه اللي كتساعد في هذا الجانب هذا. كتساعد كيف ما قلت في توطيد العلاقات. جميل. يعني ملي كنجي نخدم يوغا الضحك وجا عندي اب وام والاطفال ديالو، وجاو عندي عائله اخرى وعائله اخرى وعائله اخرى، ولقيتهم مع بعضياتهم ودرنا حصه مجموعين، ولا غير العائله مع بعضياتنا جالسين ودرنا حصه ديال يوغا الضحك، فهنا كتزيد توطد العلاقات وكتعطيني كتهرس حتى هذاك الجانب ديال ملي كندير واحد العراقيل وملي كندير مثلا واحد حواجز بيني وبين الاخر، فهذه كتساعد بشكل كبير في هذا الجانب هذا. كاين مجموعه من التقنيات اللي كيتستعملوا كيف ما قلت، يعني فقط كيجي الانسان كيجلس، ما كتحتاجش ماتيريال بزاف، يعني ما نحتاجش ماتيريال، ما نحتاجش طابين، ممكن اني نديرها جالس، ممكن نديرها انا واقف، ممكن ندير جالس في الارض، ممكن نديرها كتوافق عليها فقط انني نكون قابل انني نجي ونستافد ونشارك الناس، يعني نتلاقى مع ناس جديد. حيت نتلاقى مع ناس جداد غيكونوا معايا. يستحسن ان هاد الدار يعني في الهواء طلق، فهي كتساعد بشكل كبير، يعني الطبيعه والالوان اللي كتكون في الطبيعه كتساعدنا باش اننا نديروا هذه الحصه بطبيعه الحال. فهنا كيف قلت ما تحتاج ان يكون، ممكن انا مره نوقفوا مره نجلسوا،
غادي تحرك مجموعه من الاشياء في الجسم ديالي، فغادي تلقى ممكن انني نضحك بحركات، ممكن انني ندير مثلا انا حركه ويديروها معايا ونبداو نقلدوها وداخل فيها الضحك ايضا. فهنا كتساعد بشكل كبير، وكتساعد مجموعه من الاشياء اللي كتفيد الانسان، سواء في الجانب كيف قلت في الصحه الجسديه ولا الصحه النفسيه. دكتوره تشجعت امتى الحصه كوتش؟ دابا وقت ما مر هذا غادي نديروا شي حصه. هو هذا الضحك دابا اللي كنذكرها داخل جواب الحصه، يعني تا واحد حصه ديال الضحك. فهنا كيف ما قلت اشياء بسيطه، بطريقه كيف ما كيبداو مثلا في الحصه ديال الضحك، ممكن ديك ها 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 مده ديال دقيقه، يعني كنبقى غير نعاود ديك ها، واحد شويه غيبدا يحس الانسان بانه في الاول غيبدا يتصنع باش يخرجها، مي بشويه بشويه غادا كتزيد في هذاك الوقت ديالها كيبدا يطلع بشويه بشويه. فانا كنحرك يعني حتى في هذا الجانب هذا، ملي كنقول لك ها ها كنشتغل على الجانب هذا اللي من الحجاب الحاجز، يعني من الديافراغم من تحت، حتى ملي كتكون هذيك هو 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 هو, هو كنبقى نضحك، فانا كنخدم هذا الجانب هذا الاوسط هي فكنشتغل على هذا الجانب هذا اللي كاين لتحت، يعني كله عنده علاقه بالجسم ديالنا. حتى ملي كيكون الطريقه ديال الضحك ديالي ملي كتكون من البطن، يعني جايه من البطن، فكتساعد بشكل كبير. يعني مؤخرا الى جينا نشوفوا غادي نلقاو اغلب الناس طريقه التنفس ديالهم يلاه كنستعملوا تقريبا 30% من الحجم ديال الرئتين ديالنا، يعني تقريبا 70% كنضيعوها ما كنخرجوهاش، يعني في التنفس ديالنا كنتنفسوا غير على حسب العمليات اللي كديروا، كنتمشوا زربانين خدامين بغينا نديروا، فكيكون التنفس ديالنا مرتبط بالحركه. لكن ملي كيكون التنفس وانا في واحد المكان اللي كيكون بوعي، وملي كنزيد نكملوا بالضحك، فهذا كيساعدني بشكل كبير انني نرجع هذيك الكميه اللي كانت ناقصاني. نعم، باش نرجع هذه الكميه اللي كانت ناقصاني ضروري ما ناخذ منك اخر نصيحه نختموا بها هذه الفقره هذه ونختموا بها الحلقه ديالنا. اخر نصيحه اللي غادي نقدر نقول للناس هو انهم يتحاملوا بطبيعتهم. كل واحد فينا عنده واحد طفل صغير في الداخل ديالو. حاجه اخرى هو انه كنبغي دائما الناس كنقول لهم واحد الحاجه، فين ما تبان لك شي حاجه اللي فيها الفائده سير جربها. تقدر تعجبك تقدر ما تعجبكش ماشي مشكل، مي جربها. المشكل فيها الفائده بطبيعه الحال، سير جربها، يعني ماشي شي حاجه اخرى. غنعرف بان هذه الحاجه يعني تقالوا لي فيها فوائد، نمشي نجربها ونشوف. حيت مني كنجرب كتكون عندي كيف كنقولوا التجربه ديالو ولا الخبره ديالي كتكون اكثر من الشخص اللي ما عمره ما جرب. حيت كنلقاو بزاف الناس دابا كيجيو كيدوي لك على واحد المجال بانه ما صالحش ولا هذه حاجه ما مزياناش، ملي كتسولو واش عمرك درتيها ولا عمرك جربتيها كيقول لك لا غير قالوا لي ولا غير سمعت. فسير جرب ماشي مشكل، جرب، وهذيك التجربه غادي تعاونك انك المره الجايه ملي تبغي تناقش واحد الحاجه تقدر تناقشها يا اما بشكل ايجابي يا اما انك تنفيها ولا تقول بان راه عندها مشكل وعندها مضار. نعم دكتور مهدي، دائما ما كنسخاوش بالمعلومات اللي دائما كتقاسمها معنا في برنامج صباحكم مبروك. شكرا لك، نورتينا وشرفتينا. كنذكر اخصائي في الطب العام وكوتش في اليوغا. شكرا لك. شكرا لك زينب، وانا سعيد انني نكون حاضر. وانا اسعد دائما. مرحبا. شكرا لك دكتوره صديقه البرنامج الهام مين علي، اخصائيات زرع الاسنان ودائما امراض اللثه اللي دائما كتقاسمي معنا مواضيع جد مهمه خاصه بالمجال ديالك. شكرا لك. انا اللي نشكرك زينب، وهذه الحلقه جد مفيده وخديت بزاف المعلومات. شكرا للاستاذ زكريا وشكرا للدكتور مهدي. اكيد دكتوره كنشكروا الاستاذ عادل زكريا، خبير تربوي مرافق في المهارات الحياه وكذلك مدير مركز قرة العين. شكرا لك دائما تلبيتك الدعوه وحضورك معنا، تقاسمك معنا الاستفاده والمعرفه الخاصه بالمجال ديالك. شكرا لك اختي زينب، شكرا للضيوف الكرام، وانا سعيد بحضوري في البلاطو ديالكم. شكرا للمشاهدين الكرام، وانا اسعد دائما بتواجدكم معنا وبتقاسمكم معنا الاستفاده والمعرفه، والاستفاده ما تكمل الا بمشاهدتكم برنامجكم صباحكم مبروك. مشاهدينا دائما سعيده باش نطلع لكم كل صباح نوصل لكم المعلومه حتى البيوت ديالكم، دائما في برنامجكم صباحكم مبروك على قناه العائله المغربيه تيلي ماروك. لنا لقاء، الى اللقاء.